كل يوم بتقول لازم اتعلم انجليزي، وتروح تفتح اليوتيوب تكتب كيفية تعلم اللغة الانجليزية، تتفرج على فيديو وتتحمس، وبعد 5 دقايق طبعا بتقفل اليوتيوب وتروح تفتح التيك توك. طبعا ده مش ذنبك، المشكلة انك مش عارف تبدأ منين. طيب ليه تتعلم انجليزي اصلا؟ دلوقتي كل حاجة في حياتنا بقت شغالة بالانجليزي، سواء كان شغل، دراسة، او حتى لو عايز تسافر او تفهم فيلم بالانجليزي من غير ترجمة. السؤال هو ازاي تتعلم وايه هي الحاجات اللي لازم تركز عليها. خلينا نبسط الموضوع. اول خطوة لازم تحدد هدفك. انت عايز تعمل ايه؟ عايز تدرس بره؟ عايز تتعامل مع الناس بسهولة؟ لازم يكون عندك هدف واضح. الموضوع هيبقى اسهل بكتير لانك مش هتتعلم اي كلام وخلاص، هتتعلم اللي يفيدك مباشرة. يعني مثلا لو عايز تتعلم علشان البيزنس بتاعك، فانت ممكن تركز على الحاجات اللي ليها علاقة بالبيزنس. تعلم اللغة زي بناء اي بيت، لو اي حاجة في الاساس ضعيف البيت هيقع. والاساس ده بيتكون من 3 حاجات. اول حاجة هي الفوكابيلاري او المفردات. طبعا اللغة كلمات، وكل ما تعرف كلمات اكتر كل ما تفهم اكتر، بس لازم تتعلم الكلمات اللي تفيدك، مش تروح تحفظ القاموس مثلا. يعني لو مهتم بالسفر تركز على الكلمات اللي ليها علاقة بالمطار، بالفنادق، بان انت توقف تاكسي في الشارع. وافضل طريقة لحفظ الكلمات هي ان انت تستخدمها في جملة، في سياق، مش ان انت تحفظ لستة كلمات ورا بعض. تاني حاجة هنتكلم فيها هي الجرامر. طبعا القواعد مهمة وكل حاجة، بس مش لازم تغرق فيها من الأول. أهم حاجة تفهم تركيب الجملة الأساسي، يعني الجملة في الإنجليزي بتمشي إزاي أصلا. ممكن تبدأ بالحاجات البسيطة المعروفة زي مثلا زمن ال present simple. بعد ما تمشي معاك الأمور شوية ممكن تبدأ تتعمق أكتر في الأزمنة والمبني للمجهول والكلام بتاع الفلاسفة ده. تالت حاجة مهمة معانا هي النطق. النطق هو اللي بيخلي الناس تفهمك. ممكن تقول جملة الجرامر بتاعها ممتاز، لكن لو نطقتها غلط محدش هيعرف انت بتقول ايه. وعشان تفهم النطق الصح لازم تسمع انجليزي كتير، افلام، بودكاست، يوتيوب، ايا كان. والافضل من كده ان انت تحاول ان انت بعد ما تسمع الحاجة تحاول تكررها وتنطقها زي الناس اللي انت سمعتها منهم. ازاي تفضل مستمر؟ المشكلة مش في البداية، لانك دايما في البداية بتبقى متحمس. المشكلة انك تكمل. الحل ان انت تخلي التعلم جزء من يومك، ما تخليش الموضوع رسمي وتقيل. شوف فيديوهات، اسمع موسيقى، جرب تتكلم مع حد تاني بالكلمات القليلة اللي عندك. والاهم من ده ما تخافش تغلط. مفيش حد بيتكلم انجليزي بدون ما يغلط، حتى الناس اللي لغتهم الام انجليزي برضو بيغلطوا. الخلاصة لو عايز تتعلم انجليزي ابدأ بهدف واضح، ركز على الاساسيات vocabulary grammar pronunciation، وخلي الموضوع ممتع علشان تكمل. اعمل حاجات انت بتستمتع بيها زي مثلا الافلام، الميوزك، المسلسلات. لو وصلت لحد هنا فدي علامة انك فعلا عايز تتعلم انجليزي. فما تضيعش وقت وخد اول خطوة.